السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لما تحس بكسل وانك مش قادر تقوم في الصلاة ومش قادر تقوم كده في ملل شوية، ما تتهمش نفسك بالنفاق. ليه؟ لأن في ناس كتير بتعتقد إن الآية وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى تنطبق عليهم، فيقوم متهم نفسه بالنفاق فيقوم يبعد عن ربنا أكتر. لا، مبدئيا كده الآية دي نزلت على ناس كانوا بيقوموا للصلاة نفاقا ورياء، يعني لو مفيش حد حواليهم ما كانوش هيصلوا. طيب دي ما تنطبقش عليك لان انت بتكون قاعد لوحدك، مش لوحدك بتبقى عايز تقوم تصلي. طب اللي بيحصل لك ايه؟ عشان كده في الايه دي برضو تكمله الايه يراؤون الناس، الايه يعني يراؤون الناس ليه؟ لو مفيش ناس حواليهم مش هيقوموا يصلوا. لا انت مش كده، لان انت زي ما قلت لك انت بتقوم بتجاهد نفسك. اي عمل انت بتحاول تعمله غصب عنك عشان ترضي ربنا وبتلاقي فيه جهاد، اسمه جهاد للنفس. وجهاد النفس ده شيء عظيم جدا. سيدنا النبي لما رجع من احد الغزوات فقال عدنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. الله، طب الصحابة استغربوا، يا رسول الله يعني احنا في الجهاد وفي المعارك وفي الموت وكل هذا ويبقى جهاد اصغر؟ طب ايه الجهاد الاكبر ده؟ قال جهاد النفس. جهاد النفس من اعظم الجهاد يا جماعة. لذلك مبدئيا ما تتهمش نفسك بالنفاق. كتير بيتهم نفسه بالنفاق فيقوم بعد عن الصلاة وبعد عن ربنا. لا لا، انت مش منافقين، انت من اللي بيجاهدوا نفسهم عشان يرضوا ربنا سبحانه وتعالى. وده شيء جميل جدا. استمر على هذا الجهاد وما تخليش الشيطان يقنعك او يهيئ لك ان انت من المنافقين. بالعكس، انت من الذين يجاهدون انفسهم. وان شاء الله مع استمرارك مع هذا الجهاد هتوصل في يوم من الايام وهتبقى الصلاة معاك كتابا موقوتا، يعني في ساعتها. استمر في هذا الجهاد وإياك أن تقن نفسك أنك من المنافقين والعياذ بالله.